طبعا اول ركوبه ليا انا كنت متعود طبعا على العربيه ان انا ادوس بدال كهرباء، بس طبعا هنا الموضوع مختلف بما اني اول مره اسوق توك توك. احنا النهارده هنصور لكم حاجه جميله جدا ورايحين مدينه السنبلاوين. تتوقعوا كده هنصور ايه؟ هنصور حاجه النهارده بديله لحرامي البنزين اللي هو التوك توك. كملوا معانا عشان نشوف هنعمل ايه وهنروح مدينه السنبلاوين هنصور ايه. يلا بينا. مساء الفل عليكم، معاكم توني لطيف من قناه صوت الكهربائيه في مصر. طبعا انتوا عارفين اي حاجه تخص التكنولوجي والعربيات الكهرباء والحاجات دي كلها الواحد بيجري عليها. النهارده انا في مدينه السنبلاوين، معايا اختراع جميل جدا، عدو التوك توك البنزين. معايا النهارده يعني انا مكسوف اقول عليه توك توك كهرباء او مكسوف اقول عليه توك توك اساسا. خلينا كده بس نتكلم الاول على منظومه التوك توك والتوك توك اتعمل ليه، او التوك توك عمل ايه واتعمل ليه. التوك توك اتعمل علشان يحل ازمه المواصلات وازمه الزحمه في الاماكن اللي فيها شوارع ضيقه. وعمل ايه؟ عمل مصايب وعمل حاجات كتير ضرت الناس اللي زينا. ضرت واحد معاه عربيه ماشي بعربيته في حاله، بيطلع توك توك من تحت الارض يطلع لك حاكك عربيتك، عامل لك مشكله، تلاقي نفسك اتاذيت من حاجه انت مش مالكش ذنب فيها. عمل ايه تاني التوك توك، او عملت ايه ظاهره التوك توك لما ظهرت عندنا في مصر؟ خلت ناس معاها صنعه وناس بتفهم وفاتحه بيوت وكانت فاتحه ورش، قفلت الورش بتاعتهم وسابت الصنعه بتاعتهم وجابت التوك توك. ليه؟ لان هو بيجيب لها مكسب سريع، او انا خلاص هنزل ادور احط بنزين في التوك توك بتاعي، اخد زبون طول اليوم الف طول اليوم اعمل لي 50 60 جنيه وانا قاعد سايق، يعني قاعد مش تعبان وقاعد مرتاح، بس سبت صنعتي وسبت الصنعه اللي بتدخل لي فلوس وكانت ممكن تبقى حاجه بتدعم الدوله او بدعم الدوله بيها. كنت بسمي التوك توك بسميه حرامي البنزين، وهو فعلا حرامي البنزين. ليه؟ لان هو بياخد بنزين مدعم من الدوله، انا بدفع الضريبه بتاعته، ما بيدفعش ضريبه في المرور، ما بيرخصش، ما حاجات كتير. بيستخدموه في السرقه، بيستخدموه في مصايب بتحصل كتير. دلوقتي تلاقي اطفال ماشيه عندها 10 15 سنه و14 سنه سايقين توك توك، طبعا كلنا بنعاشرهم وبنشوفهم في الشارع. النهارده معانا اختراع جميل جدا، وزي ما قلت لكم مكسوف اقول عليه توك توك. النهارده معانا توك توك مقدم من خلال شركه الامين. هديكم نبذه سريعه كده عن التوك توك الكهرباء. التوك توك ده اتعمل علشان هتكمل بقيه المنظومه بتاعت الطاقه النظيفه. في اوروبا احنا في هولندا تكاتك، بس طبعا ده بيستخدموه استخدام بشري، احنا عندنا بنستخدمه هنا استخدام سيء، مش عايز اقول حاجه تانية. طيب تعالوا كده ناخد ابعاد التوك توك ده كده الاول، يعني هنبتدي زي العربيه ما بنعمل. طول التوك توك ده 2 متر 29، عرضه متر و20 سم، ارتفاعه من الارض متر حاجه و60 او 63 سم. موتور التوك توك ده موتور كهربائي زي موتور العربيه الكهرباء بتاعتنا بالظبط، بس هنا الموتور بيختلف شويه او قدرته بتختلف شويه، وهو موتور 4 كيلو ونص، بيولد تقريبا حوالي 8 حصان، وده اللي احنا هنجربه مع بعض في تجربه الاداء بتاعت التوك توك. البطاريات بتاعت التوك توك ده 60 فولت 80 امبير، بما يعادل تقريبا حوالي 7 كيلو ونص، يعني تشحنها في البيت تقريبا بحوالي 8 جنيه او 9 جنيه على عداد البيت. بيقدر يشحن في الشحنه الكامله، بتمشيه حوالي 100 كيلو في ساعتين او 3 ساعات الا حاجات بسيطه. فمفيش توك توك طبيعي او مفيش توك توك بنزين هيسوق او يدن طول النهار بحوالي 100 كيلو في اليوم من غير ما ياخد ريست شويه. توك توك بسيط جدا في الديزاين بتاعه، حاجه سيمبل كده، وعاملين فيه حبه حاجات كده، يعني انت مديك ميني كار صغيره. تعالوا كده بقى نبص على التوك توك من بره او نبص في الديزاين بتاعه. الحاجه برضو اللي كان ليا تعقيب عليها ان التوك توك كله فايبر، يعني البيبان كلها فايبر ما عدا القوايم دي كلها حديد، السقف حديد، القوايم حديد، البيبان كلها فايبر. طبعا الانوار كلها بتنزل بنار LED. جنود التوك توك كلها بتيجي بمقاس 12. طبعا فرامل اللي ورا واللي قدام كلها باكم، وده اللي عاجبني جدا في التوك توك. تعالوا بقى كده نخش سريعا نوريكم. طبعا هنا في مرايات كان ينقصوا، المرايات دي تبقى كهرباء شويه، يعني هنا ما فيش مرايات كهرباء بس كان ينقصوا. لو بصينا كده على المنظر الخارجي من فوق هنلاقي هنا فتحه سقف مانوال، وهنا
هوايات ورا خلفيه مع اكره يعني شايف اكره الباب كانك بتفتح باب عربيه. الحوار كله او الموضوع كله يا جماعه ان انت راكب حاجه امان، مش راكب توك توك زي اللي احنا طبعا بنشوفهم بتوع البنزين مفتح من كل حته، ولو انت معاك طفل او معاك حد في الاسره ممكن يقع. التوك توك ده بيشيل تقريبا حوالي 3 افراد. تعالى كده بقى خش عليا. لو بصينا كده على الخامات، انا مش هتكلم عن الخامات بس انا هتكلم عن الفكره عموما. هنا طبعا اكره زي العربيه، الازاز بتاعه بيطلع وبينزل كهرباء، كان ناقصه يبقى فعلا زي ما قلت لكم مرايه كهرباء وسنتر لوك. هو في سنتر لوك مع الريموت. ورا قعده التوك توك، انا مش عارف قفشه اقول سكوتر ليه. ورا قعده التوك توك هو يشيل فردين ورا مستريحين، وطبعا مع تحريك كرسي السائق قدام ورا لو انت عايز طبعا تستخدمه كتخزين حاجات ورا او تحط بضاعه عليه، فانت في شخصين يقعدوا مرتاحين كويس مفيش فيهم اي مشكله، والسائق قدام. مش هنتكلم بقى في نور هنا طبعا في الصالون LED، وهنا الجميل جدا في السكوتر ان في كاميرا خلفيه. نخش بقى على حبه الحاجات اللي قدامنا دي. لو جينا كده بصينا على اول حاجه هنلاقي هنا الكاسيت بتاع التوك توك، والصوت بتاعه حلو، يعني صوت على قد توك توك او على قد حاجه على قد حالها. صوته حلو مش وحش. هنا المفتاح، وزي ما قلت لكم المفتاح بتاعه هنا سنتر برضو بيقفل ويفتح وبيديك زماره وبتاع ومنع سرقه. بس بقى صداع بقى ومنع سرقه. خلاص بقى احنا كده دورنا التوك توك. في هنا تحت زرار فصل، بتفصل الزرار ده علشان مانع السرقه. طيب الدواره بتاعته زي ما قلت لكم الفرامل بتاعته قدام باكم ورا قدام، وهنا في لوك للفرامل، وهنا الانوار طبعا يمين وشمال والاشارات يمين وشمال. هنا زرار الهوايه لو عايز تشغل الهوايه، هي مش تكييف بس هوايه مروحه. وهنا المساحات، وهنا مرشدين لو انت عايز ترجع ورا، وفي كاميرا خلفيه زي ما انتم شايفين، وهنا تطلع قدام وتمشي بالموتوسيكل. هنا في مخرج 220، هنا في USB لو انت عايز تشغل اغاني، وهنا لو انت عايز تحط ميه مساحات. غير كده في الموتوسيكل او في التوك توك مفيش اي حاجه. اللي عجباني شاشه المعلومات اللي قدامك بيبين لك الشحنه فيها كام كيلو، هو دلوقتي مشحون 100%، ومديك الشحنه تمشيك حوالي 110 كيلو. غير كده مفيش حاجه تاني تتشرح. بالمناسبه يا جماعه نازل من السكوتر ده برضو الوان، نازل منه احمر واصفر. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان السكوتر ده او التوك توك ده هيبقى مناسب جدا للكومباوند. لو انت ساكن في الكومباوند ومش عايز تكلف نفسك تجيب عربيه جولف بمبلغ ب 200,000 جنيه و150,000 جنيه او حتى 100,000 جنيه، انت ممكن تجيب توك توك زي ده. شكله شيك وشكله ستايل جدا زي التكاتك كده بتاعت الجونه. فهو نفس الفكره، واخد نفس الستايل بتاع الرقي والستايل بتاع الحاجات الجديده اللي احنا ماشيين مع العصر بتاعها، اللي هي الكهرباء والطاقه النظيفه. وفي حاجه كمان شركه الامين قالت لي عليها وعجبتني جدا، وهي ان جهاز مجلس المدينه بتاعت مدينه السنبلاوين اقترحوا فكره ان كل شارع يحطوا في كل عمود تقريبا كهرباء يحطوا مخرج فيشه 220 تدعيما للفكره، علشان التوك توك الكهرباء ده ينتشر عندهم هنا. اتمنى التوك توك ده ينتشر في القاهره وينتشر في المناطق اللي احنا بنشوفها، والناس تفكر فكر عملي وتوفر فلوس. لو انت مشيت 100 كيلو هتقف تشحن ب 8 جنيه في البيت في ساعتين او ساعتين ونص، فبدل ما تشحن 100 كيلو تقريبا بالمكنه او التوك توك بياخد 5 لتر، فانت الخمسه ب 50 جنيه. هنا في الكهرباء انت بتدفع حوالي 8 جنيه، فانت موفر 45 جنيه او 43 جنيه او ايا كان الرقم. فانت تشجيعا من الدوله فعلا جهاز مدينه السنبلاوين عجبني في الحركه دي، ان هو يعمل فيش ال 220 في كل عمود تشجيعا للفكره. فكره جميله وعجبتني. البطاريات بتاعت التوك توك ده بطاريات اسيد مش بطاريات ليثيوم ايون، فدي بتبقى عيب شويه في العربيات الجولف. العربيات الجولف بتبقى البطاريات بتاعتها اسيد، وده اللي خلى العربيه الايموشن فشلت لما نزلت. فالبطاريات دي عليها ضمان سنه من شركه الامين. شركه الامين عامله حاجه جامده جدا بقى وحاجه عجباني، عامله ابلكيشن. الابلكيشن ده ممكن اللي يركب التوك توك ده او يستعمله يشغل الابلكيشن يودي بيه طلبات. الابلكيشن فيه مانع ان هو الخطف، الحاجات دي كلها بيبقى فيه زرار كده بتدوس في الابلكيشن فيه، لو حد خطفك او حصل مشكله مع السواق بتدوس على زرار الطوارئ، الشركه بتقدر تحدد مكان التوك توك فين لان هم مركبين فيه GPS. طبعا اول ركوبه ليا انا كنت متعود طبعا على العربيه ان انا ادوس بدال كهرباء، بس طبعا هنا الموضوع مختلف بما اني اول مره اسوق توك توك. بصوا اول الطلعه طبعا قويه، مش قويه بالنسبه للتوك توك، يعني مش قويه بالنسبه لعربيه كهرباء،
بس طبعا زي ما انتم شايفين كده، نطلع بس كده نجرب. سامعين العربيه السوزوكي بتكركر ازاي؟ احنا مفيش عندنا الكلام ده. السرعه القصوى زي ما قلت لكم سرعته 50 كيلو، السرعه بتاعته نفس الزنه بتاعت العربيه الكهرباء بتاعتنا، نفس الزنه برضو هنا. بص هو كده جاب التوب سبيد بتاعه، ده صوت العربيه اللي جنبينا معدي، جايب سرعه 50 كيلو اهو. يعني مش هنتكلم نقول حاجه بوم. نقفل فتحه السقف منين؟ نرجعها كده ورا ونقفل. توك توك متمدن او توك توك ستايل، قاعد جوه حاجه امان مقفول عليك. طبعا غير التكاتك اللي احنا بتاعتنا زي ما قلت لكم في الاول، التكاتك بتاعتنا البنزين مفيش سيفتي، مفيش امان، انت قاعد جوه حاجه يعني زي ما تقول فعلا محترمه. بالنسبه للفرامل، فرامله جميله جدا، طبعا زي ما قلت لكم في الاول باكم. بصوا فرامله قويه. الهوايات بتاعت المروحه هوايات جميله، مش وحشه. بصوا فرق بين التوك توك البنزين والتوك توك الكهرباء. انا فعلا قاعد زي ما قلت لكم، قاعد جوه حاجه امان، مطمن، قاعد. هينفع طبعا جدا لو انت جوه كومباوند زي ما قلت لكم في الاول، جوه مكان مقفول، عايز تبعت تجيب حاجات، عايز تجيب اي حاجه جوه البيت او جوه الكومباوند اللي انت ساكن فيه، هيبقى ممتاز جدا جوه الكومباوند. سعره تقريبا حوالي 55,000 جنيه مع ضمان سنه طبعا من شركه الامين. نلف ونرجع كده تجربتنا النهارده على التوك توك الكهرباء. برضو محرج اقول توك توك. بصوا احنا جايبين سرعه 50 ممتاز. هندي اشاره شمال ونرجع تاني. اتمنى من الدوله تشجع الموضوع ده، فعلا طاقه نظيفه هتحافظ على الجو بتاعنا وتحافظ على فلوس الدوله بتاعتنا من حرامي البنزين وحرامي الدعم. فعلا اختراع. انا جيت من القاهره للسنبلاوين عشان اصوره. هو حاجه مش بوم، بس حاجه بتكمل منظومه العربيات الكهرباء ومنظومه الطاقه النظيفه. اتمنى يعني حد يدعم الفكره دي ويكمل ويدعم مشروع او فكره توك توك الكهرباء، لان فعلا القاهره والمحافظات اتملت فعلا في المناطق العشوائيه والمناطق اللي هي مش راقيه شويه اتملت تكاتك. انا مش هقول اكتر من كده. يا رب الريفيو بتاع النهارده يكون عجبكم وقدرت اشرح لكم حاجه كده جديده من ضمن الحاجات اللي احنا بنقدر نصورها او اي حاجه تخص العربيات الكهرباء والمنظومه الكامله. اشوفكم على خير تاني. بوجه الشكر لشركه الامين على حسن الاستقبال وحسن المعامله، وان شاء الله اشوفكم على خير تاني. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا، ولو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل لنا لايك او فولو للبيج بتاعتنا عشان تقدر تنشر معانا فكره انتشار السيارات الكهربائيه في مصر. اشوفكم على خير تاني يا جماعه، وادعوا لنا بالتوفيق. السلام عليكم.